يعني ايه عربيه معتمده من سلندر؟ يعني فيها 3 حاجات مهمه جدا. العربيه دي قبل ما تطلع لك بتعدي على 200 نقطه فحص مبدئيه عشان نتاكد ان العربيه دي تمام. وانس ان انت جاي لك العربيه عندك نقطتين مهمين جدا. واحد، عندك ضمان 90 يوم على العربيه، ضمان شامل على العربيه. كل حاجه، موتور، فتيس، شاسيه، تكييف، الفرامل، كل حاجه في ضمان 90 يوم. فانت تبقى مطمن ان انت بتشتري عربيه ما فيهاش مشاكل، واحنا بنبقى متاكدين ان العربيه دي اتعمل لها صيانه وحاجتها كأنك العربيه دي براند نيو. اشتريت العربيه مش عاجباك، لقيت العربيه بتدوس على البنزين، العربيه ما بتسحبش، العربيه مش لاقي نفسك فيها، عندك 7 ايام ترجع العربيه. اوكي، ترجعها، مفيش اي مشكله ان انت تاخد عربيه وترجعها. يعني اول 7 ايام بنتكلم في الموضوع ان انا ممكن ارجع العربيه، انما 90 يوم في ضمان على العربيه، ضمان على كل حاجه. فانت 7 ايام ليتري، يعني لو لقيتي حاجه في العربيه كده وكده هاتيها، بس اقول لك ان انت لما بتيجي العربيه مش عاجباكي رجعي لنا العربيه. ليه؟ انه مش مفروض ان انت تكون بتعمل استثمار ب 300,000 جنيه 400,000 جنيه وده النهارده مبلغ مرعب ان انت تكون بتعمله وانت مش مطمن، وانت مش مستريح ان العربيه صح دي جدا. صح. فانت بتخش النهارده اي محل النهارده بتشتري هدوم يقول لك في سياسه استرجاع في 14 احنا عندنا نفس سياسه الاسترجاع دي، ان انت المفروض الشراء يبقى بهذه السهوله. والحاجات بقى الميزه الثانيه ان احنا من اوائل الناس اللي بقت بتتيح فرص تقسيط وتمويل للعربيه. كنت لسه هسألك على فكرة التسهيلات المادية بقى بالنسبة للناس اللي بتشتري العربيات. دي كانت حاجة مهمة جدا نعملها. ان انا هقول لك هديكوا 2 فاكتس او معلومتين مهمين جدا على السوق المصري. حجم سوق العربيات المستعمل في مصر كتداول تقريبا 1,000,000 عربية في السنة. ده اكتر من 10 مليار دولار حجم مبيعات العربيات المستعملة في مصر، او الترانزاكشنز او الشراء والبيع اللي بيحصل في مصر. حجم التقسيط اللي موجود في سوق المستعمل 2% من اجمالي السوق. وده ليه؟ علشان عندنا مشكله في العربيه ان اللي بيقسط العربيه او البنك مش ضامن حاله العربيه بالظبط، فهو مش عارف هو بيقسط ايه، فما بيحبش يشتغل في المستقبل، يحب يشتغل في الجديد. فاحنا لما جينا رحنا من الاول خالص اشتغلنا مع كذا حد. احنا اشتغلنا مع بنوك في مصر، بنوك استثماريه وبنوك تجاريه وناس اللي هي BNPLs اللي هو اشتري دلوقتي وقسط بعدين، وعندنا 3 بارتنرز اوريدي موجودين معانا، وبنجيب البارتنر الثاني واحد من اكبر البنوك اللي في مصر. احنا النهارده بنعمل ايه؟ بنخلي الكاستمر عن طريقنا يقدر يقسط عربيته من اول يوم، من اول 10% داون بيمنت اب تو 5-6 سنين العربيه. ومعانا بارتنرز اكشلي بيقدر يديلك ابروفل على العربيه في نص ساعه. اوكي، فانت اونلاين لما بتحجز بقى العربيه اونلاين بيطلع لك كده عايزه تقسطي العربيه، فيقول لك فتقول طب اديني معلومات البطاقه، معلوماتك، الحاجات دي كلها، عقبال وانت جايه لنا مبروك انت جالك الموافقه على على القرض. فده اوبشن موجود عندنا مع واحد من الناس موجود. فالتسهيلات دي كانت مهمه جدا. واحنا النهارده الناس بالك ان النهارده الحاجه غليت والدنيا غليت والموضوع ما بقاش سهل، فالناس مهم جدا بالنسبه لها التسهيلات التمويليه. فاحنا واحده من الحاجات برضو ان احنا بندي التسهيلات دي علشان الناس تعرف تقسط العربيه.